في إحدى الليالي الممطرة كان في راجل قاعد في البيت بتاعه بيتفرج على التلفزيون والدنيا تمام معاه، ولكن فجأة وهو قاعد بيتفاجئ بمجرمين فتحوا الباب ودخلوا عليه البيت. بدأوا يضربوه والواد مش فاهم ايه اللي بيحصل، بيبعدهم عنه بصعوبة جدا وبيسيب البيت وبيهرب. بيمشي في الشارع ومش عارف هيروح فين، ولكن فجأة وهو ماشي بيشوف عربية ماشية بسرعة كبيرة جدا وكانت هتخبط ناس ماشية في الطريق. من غير أي تفكير بيروح وبيلحقهم قبل ما يحصل لهم حاجة، ولكن في المقابل هو اللي اتخبط مكانهم. الناس بتتجمع وبيتصلوا بالإسعاف علشان يلحقوه، بياخدوه للمستشفى والدكاترة بتحاول تنقذه، ولكن في اللحظة ديت توقفت نبضات قلبه واستقام شريط حياته، ويا دوب بيموت. من هنا بيفتح عينه في مكان تاني، بيلاقي اتنين قدامه ومش عارف مين دول ولا ايه اللي جابهم هنا. معقول انا نجيت من الحادث؟ بس اكيد لا. بيحس بخفة جسمه وبيرفع ايده علشان يشوف ايه اللي حصل. بيتصدم، انا اتولدت في عالم تاني وكمان بنفس ذكرياتي القديمة. يا حلاوة، ده شكلها هتلعب ولا ايه؟ المهم الابين بيسموه روديوس وكانوا فرحانين بمولودهم الاول والوحيد. وبعد عدة شهور روديوس كان بيتفرج على ابوه وهو بيتعلم المبارزة، وفجأة وهو واقف رجله بتتخبط وبيقع على دماغه. الام بتقلق عليه جدا وبتروح تشيله من على الارض، بتقعده وبتعمل عليه تعويذة شفاء وبتعالج دماغه. الواد بيستغرب من اللي عملته وبيعرف ان العالم ده غير عالمهم وبيستخدموا فيه السحر عادي، وبيقول انا لازم استخدم السحر باسرع وقت ممكن. المهم بتفوت السنين وهو مش شايل فكرة انه يتعلم السحر دي من دماغه. اتعلم يقرأ ويكتب وجاب كتب السحر بتاعت امه وبدأ يقرأ فيها، ولما بيقرأ شوية بيقوم علشان يجرب ويشوف هيعرف يستخدم السحر ولا لا. بيمد ايده وبيقول التعويذه بصوت عالي، وبيتفاجئ انها نفعت معاه وطلعت ميه من ايده. بيفرح جدا وما كانش مصدق اللي عمله، ولكن بعدها بيقف على الشباك وبيقول اما نجرب نستخدم سحر جديد، ولكن من غير ما ينطق بكلمات التعويذه. بيجرب يعملها وفعلا بتنجح معاه، ولكن طاقته السحريه كانت خلصت وبيقع على الارض والميه بتقع عليه. امه بتيجي وبتقول له عيب عليك اما تعملها على نفسك وانت في السن ده، ولكنه ما بيرضاش يدافع عن نفسه ولا يقول لهم الحقيقه. ومن اليوم ده وهو كل يوم يتدرب على نفس التعويذه، ليل نهار امشير قدره وهو كل يوم يتطور اكتر من اللي قبله. وفي يوم بيقف قدام الشباك وبيقرر انه يضاعف قوته ويخليها بدل ما تقف مكانها تتضاعف وتصيب المكان اللي هو عاوزه. بيقف وبيقول التعويذه، طاقته بتزيد وقوه كبيره بتظهر في المكان. الواد بيفتح عينيه وهوبا الضربه كسرت الجدار وطارت لمد البصر. رودي بيستغرب من قوته. الاب بيسمع الصوت ده وبيروح لهناك، بيشوف رودي واقع على الارض وبيحسب في وحش هجم عليه ولا حاجه، ولكن الام بتلاحظ كتاب التعويذ بتاعها مفتوح جنبه. بتسأله انت قرأت اللي فيه يا ابني؟ انت اللي عملت كل ده؟ رودي بيتأسف لها ومفكر انها زعلانة من اللي عمله، ولكن دي كانت طايرة من الفرحة اساسا. انت استخدمت السحر في سنك ده وطلعت القوة دي كلها هدية للي عملته، فاحنا هنجيب لك استاذة تعلمك السحر بكرة. وفعلا تاني يوم بتوصل روكسي، وايوه هي دي الاستاذة اللي هتعلمه يا صديقي. اول ما بتعرف ان رودي هو التلميذ بتكون متضايقة، بتكون مفكرهم بيستهزئوا بيها علشان هو لسه صغير واكيد ما عندوش اي طاقة سحرية، ولكن بتقول اما نشوف قوته. بتاخده الجنينه وبتبدا تشرح له كل الاساسيات والحاجات اللي يتعلمها علشان يستخدم السحر، ولكنه قرأ كل الكلام ده قبل كده ومش مهتم هي بتقول ايه اصلا. بعدها بتقول له هوريك ازاي تستخدم السحر وتضرب لمسافات بعيده. بتعمل نفس مهاره الميه اللي اتعلمها قبل كده. رودي بيسالها هو انا لازم اقرأ التعويذه علشان استخدمها؟ فبتقول له اكيد يا عم، من غير ما تنطق التعويذه عمرك ما هتعرف تستخدمها. بيقول لها تمام هنشوف دلوقتي. بيجرب التعويذه وبيفعلها كمان من غير ما يتكلم. روكسي اتصدمت من اللي شافته، بتعرف ان الواد ده غير اي حد علمته قبل كده وبتقول اكيد الواد ده مش طبيعي. بعدها الام بتنده عليهم وبتقول لهم تعالوا جوه، ولما بيدخلوا بيكونوا عاملين حفل استقبال لروكسي علشان هتقعد معاهم الفتره الجايه. البنت بتفرح من اهتمامهم وكانت في قمه السعاده. وبعدها بتبدا روكسي تعلم رودي كل المهارات السحريه اللي تعرفها. نص اليوم رودي بيتعلم السحر والنص التاني بيتعلم المبارزه مع ابوه. وفي يوم من الايام روكسي بتحكي له على الشياطين والقبائل بتاعتهم. بتقول له على فكره انا كنت واحده منهم ولكن سبت القبيله من زمان ومشيت، ولو شفت حد ليه نفس لون شعره وعنده جوهره في جبهته فلازم تهرب منه. الواد بيترعب من كلامها وبعدين بيمشي. تعدي الايام وتفوت السنين ورودي بيتعلم السحر ومهاراته على ايد روكسي، والوقت بقى عنده 5 سنين. بيعملوا له عيد ميلاده وكانوا فرحانين بيه جدا، بيحتفلوا وبيهيصوا. وبعدين بيروح الاب وبيديله سيف، بيقول له ده هديه عيد ميلادك، عارف انه كبير عليك دلوقتي بس ما تخافش هعلمك تستخدمه. الام هي كمان بتديله كتاب للسحر وكان فرحان بيه جدا. روكسي هي كمان بتروح له وبتديله عصايه سحريه، بتقول له دي هتضاعف طاقتك السحريه وهتخلي هجماتك اقوى. كل سنه وانت طيب يا عم، وجهز نفسك علشان بكره هو اخر يوم ليا، انت كده اتعلمت كل حاجه انا عارفاها وبكره هو يوم تخرجك. وفعلا تاني يوم بتجيب الحصان وبتقول له تعالى معايا. الواد خايف يطلع بره البيت لان الناس يتنمروا عليه زي ما كان بيحصل معاه في العالم التاني. بيرفض يروح معاها ولكنها بتشجعه وبتاخده معاها بالعافيه. بيلاحظ طيبه الناس في العالم ده وانهم غير التانيين خالص وبيمشي وهو
وبيطمن. بعدها بيوصلوا لمكان بعيد وبتقول له روكسي دي اخر تعويذه هعلمها لك، فركز معايا بقى علشان تعرف تعملها. بتقف بعيد عنه وبتقرا التعويذه. غيامه كبيره بتظهر فوقها وبتظهر قوه كبيره. ده كمان برق نزل على الحصان اللي كانوا جايين بيه وكان هيموت لولا انها عملت عليه تعويذه شفاء ولحقته في اخر لحظه. بعدها بتقول له رودي يلا روح اعملها. بيروح فعلا وبيفكر في كلمات التعويذه. بيحصل نفس اللي حصل من شويه ولكن بقوه تتعداها بكتير. روكسي بعدها بتروح عنده وبتقول له مبارك عليك، انت كده اتعلمت كل حاجه انا اعرفها. بتروح معاه البيت لاخر مره علشان تودع الابوين، مش عاوزينها تمشي وبيطلبوا منها تفضل معاهم كمان شويه، ولكن روكسي بترفض وبتشكرهم على حسن معاملتها طول الفتره اللي فاتت. بتقول له رودي انا هطور من نفسي اكتر واكتر واتعلم حاجات زياده علشان افيدك بيها بعد كده، عايزاك تكبر كده وتبقى سحر الامبراطوريه. بعدها بتطلع سلسله وبتديها له وبتقول له دي هتحميك من الشياطين اللي انا حكيت لك عنهم قبل كده. وبعد كده بتودعهم للمره الاخيره وبتمشي، والكل كان زعلان جدا على فراقها. وبيخلص اليوم على كده. وتاني يوم بيخرج رودي من البيت وبيكون رايح للمدينه. لاول مره بيتغلب على خوفه وبيمشي في المكان اللي هو عاوزه. وفجاه وهو ماشي بيشوف 3 بيتنمروا على بنته وبيضربوها. البنت بتترعش من كتر الخوف ومش عارفه توقفهم. رودي بيتعصب وبيستخدم سحره عليهم وبيضربهم. اول ما بيشوفوا قوته بيخافوا منه وبيهربوا. بعدها بيروح للبنت دي وبيطمن عليها. بيلاحظ ان شكلها مش زيهم وانها تابعه لقبيله الشياطين اللي روكسي حكت له عنهم، ولكن بيطمن لما مش بيلاقي الجوهره في جبهتها. بعدها بيغسل لها وشها وبيقعد يتكلم معاها. بتقول له انت ليه ساعدتني؟ انت كده هتخليهم يبعدوا عنك ومحدش فيهم هيحب يقعد معاك ولا يصاحبك. رودي بيقول لها ما تقلقيش، كده كده مش عاوز يبقى عندي صحاب بيتنمروا على واحده زي القمر كده. البنت بتتكسف من كلامه وبدات تبص له نظرات اعجاب كده، وشكلها هتلعب ولا ايه يا صديقي؟ وبعدها بيسيبها رودي وبيروح البيت. بيلاقي ابوه مستنيه وكان متعصب جدا. بيقول له انت اول يوم خرجت فيه من البيت استقويت على العيال وضربتهم، انت هتستغل سحرك انك تستقوى على الناس الضعيفه وتاذيهم. هو انت مفكر نفسك مين؟ الواد كان لسه هيوضح له اللي حصل ولكن الاب بيضربه بالقلم وبيقع على الارض. رودي وقتها بيزعل من اللي حصل. بيقول لابوه بعد كده مش هضربهم تاني، لو شفت 3 بيضربوا في شخص ضعيف مش هساعده، ولا اقول لك احسن من كده هروح اضرب معاهم ويبقى 4-1، هعمل اللي انت عايزه بعد كده. الاب وقتها بيعرف غلطه، ندمان علشان ما سمعوش من الاول وساله ليه عملت كده. بيروح وبيقعد مع نفسه وكان في قمه الحزن من اللي عمله. الام بتلاحظ انه متضايق وبتروح تشوف ماله. بيحكي لها اللي حصل وبيقول لها برغم اني غلطان ولكن مش عارف اتاسف منه، وكان في قمه الحزن وقتها. وتاني يوم كان رودي بيتعلم استخدام السيف في الغابه. سيلفي بتجيله هناك وبتقعد معاه. بتقول له انا عايزك تعلمني السحر اللي انت ضربت به العيال امبارح علشان اعرف ادافع عن نفسي بعد كده. رودي بيقول لها تمام وبيبدا يعلمها كل مهاراته السحريه. تفوت الايام وهما الاتنين مع بعض دايما. علاقتهم بتتطور اكتر واكتر وبقوا اعز اصحاب، وشكلها هتلعب يا صديقي. وتاني يوم كان رودي بيتعلم المسايفه مع ابوه، ولكن وقتها ابوه بيقول له ايه رايك تروح مدرسه سحريه علشان تتعلم حاجات كتيره وتتعامل مع ناس تانيه. الواد بيقول له تمام ولكن هشوف حاجه الاول. بيروح لسيلفي وكان باين عليه الزعل كده. بيحكي لها اللي حصل وبيقول لها انه هيمشي ويسيبها، ولكن وقتها البنت بتحضنه وبتعيط. بتقول له بالله عليك ما تسيبنيش لوحدي، انا مش عايز ارجع لوحدتي تاني. الواد بيتاثر من كلامها وما كانش عارف يتصرف ازاي. بيروح البيت وبيقعد يتعشى هو والعيله. بيتكلم مع ابوه وبيقول له انا عايز اطلب منك طلب ونفسي انه يتحقق. انا عاوزك تدفع مصاريف الدراسه ليا وكمان تدفعها لسيلفي. حالتها الماديه صعبه ومش هتعرف تدفع المبلغ ده كله، ولكن وقتها الاب بيرفض طلبه. بيقول له انا متكفل بتعليمك انت، ولو عاوز تساعد حد فلازم تتعب علشان تساعده، مش تيجي تطلب مني وعايزني ادفع لحد انت اللي حبه. الواد بيفهم كلامه وبيقول له تمام، بس انا عايزك تشوف لي وظيفه من بكره وانا هشتغل لحد ما اجمع فلوس دراستها ونروح المدرسه سوا. الاب بتعجبه الفكره وبيقول له تمام. وفعلا تاني يوم بتيجي عربيه وبتقف قدام البيت. بينزل منها بنت عندها عضلات كده، واسم البنت ديت جيلين. بيرحبوا بيها بسعاده وبعدها الكل بيبص لرودي نظرات الوداع وهو لسه مش فاهم اي حاجه. الاب بيقول له لو قلت لك ان الشغل ده هيبعدك عن سيلفي هتوافق؟ فبيقول له لا طبعا. وفجاه بيلاقي بيهجم عليه بالسيف بتاعه. رودي مش فاهم حاجه وبيفادي هجماته بصعوبه وبيحاول يصيبه بسحره ولكن ما بيعرفش يلمسه حتى. الاب بيهجم عليه بسرعه تاني ورودي بيحاول يفاديها ولكن مش بيلحق وبيضربه بالسيف على دماغه وبيغمى عليه. وبعدها بشويه بيصحى بيلاقي نفسه في العربيه وجيلين بس هي اللي معاه. بيسالها انا رايح فين وليه ودوني معاكي؟ فبتقول له خد اقرا الرساله ديت وانت هتفهم كل حاجه. بياخدها منها وبيقراها فعلا. بيعرف انه رايح لوظيفته الجديده وانه هيشتغل استاذ سحر وهيعلم الناس السحر اللي اتعلمه، واضافه لكده هيعلم جيلين تقرا وتكتب. ولكن الوظيفه بالسهوله ديت ده اللي هنعرفه كمان شويه. وبعد كام ساعه بيوصلوا هناك اخيرا. بيقابلوا فيليب وده هو الحاكم، واتضح كمان انه ابن عم ابوه، وان بول كان من العيله المالكه ولكنه فضل العيشه
العيشه في الارياف احسن من العيشه تحت الضغوطات ديت. بعدها بيسالوا رودي عن وظيفته وفين البنت اللي هيعلمها السحر، فبيقول له تعالى نروح عندها الاول وبعدها هنشوف قرارك. بيطلعوا عند البنت فعلا وبيروح يتكلم معاها. رودي بيعرفها عن نفسه وبيقول لها انا الاستاذ اللي هعلمك السحر بعد كده، ولكن البنت بتقول له استاذ ازاي بس وانت اصغر مني، امشي يلا يلا من هنا، وبتضربه بالقلم. الواد بيتعصب من اللي عملته وبيرد لها القلم تاني، ولكن يا ريته ما عمل كده. ايريس بتديله بوكس بتطيره من قدامها، بتروح عليه تاني ومش بترحمه وبتفضل تلطش فيه، مش عارف يعمل معاها حاجه وبيبعدها عنه بسحره وبيهرب. بيروح للملك من تاني وبيقول له ازاي دي بنتك يا عم، ده عليها بوكس اللهم صل على النبي جاب لي ارتجاج في المخ. الملك بيقول له ايه قرارك، هتكمل في الوظيفه ديت وتحاول تقنعها ولا هتنسحب زي اللي جم قبلك؟ رودي بيقول له انا عندي خطه هتخليها توافق ولكن هحتاج مساعدتها. فبيقول له شوف خطتك وانا تحت امرك. وبعدها بيروح اوضته وبينام، ولكن بيصحى بيلاقي نفسه مربوط في صندوق مبنى مهجور والاميره ايريس هي كمان زيه، ودي هي خطتهم. اول ما بتصحى بتقول له احنا فين وانا ليه مربوطه هنا، حد يفك ايدي. رودي بيقول لها للاسف احنا اتخطفنا ومش عارف هيحصل لنا ايه دلوقتي، انت ما بتعرفيش تستخدمي السحر وتفك ايدك زي ما انا عملت كده، يلا خليكي مربوطه احسن. البنت بتضايق جدا وبتفضل تزعق. الحارس بيسمع صوتها العالي وبيتضايق وبيدخل عليهم، بيفضل يضرب فيها بكل غباء والبنت خلاص مش قادره. بعدها بيروح لرودي وبيديله قلم وبيمشي. رودي بيتصدم من اللي عمله لانه ما كانش متفق على حاجه من ديت مع الملك، بيحس انهم خدوهم رهاين فعلا وعاوزين يقتلوهم. الواد بيقلق على الاميره لا يكون حصل لها حاجه من الضرب ده وبيروح يساعدها، بيعمل عليها تعويذه شفاء وبيعالج اجزاء من جسمها. بعدها بيتصنت على الباب وبيعرف ان اللي فكر فيه صح وانهم خانوا الملك وعاوزين يقتلوا الاميره. رودي بيترعب على طول وبيروح للشباك وبيشيل الحديد اللي فيه، بيقول للاميره انا ههرب بقى، عايزه حاجه؟ فبتقول له ساعدني يا عم، انت هتسيبني هنا لوحدي ولا ايه؟ فبيقول لها انا مش هساعدك الا لما توعديني انك هتبطلي اسلوبك ده وتتعاملي زي البنات من تاني. البنت مش عايزه توعده بحاجه. الحرس هم كمان بيحاولوا يكسروا الباب ويدخلوا، ولكن رودي بيعمل حاجز بسحره، ولكن الحاجز مش هيستحمل كتير. خلاص الباب جاب اخره وبيكسروه وبيدخلوا، ولكن مش بيلاقوا حد جوه وبيكونوا هربوا. بيستخبوا في احدى الشوارع المهجوره وبيعالج رودي جسمها وبترجع زي الاول تاني. بعدها بيكملوا مشي وبيأجروا عربيه توصلهم المدينه، بينزلهم في البدايه وبيكملوا مشي علشان محدش يحس بيهم. اول ما بيشوفوا حارس مزرعه القصر قدامهم بيفرحوا وبيروحوا ليه، ولكن فجاه واحد بيجي من وراهم وبياخد ايريس وبيهرب. رودي بيلحقه بصعوبه، بيستخدم سحره وبيبني جدار وراه وبيوقفه. المجرمين بيطلعوا سكاكين وبيهددوه بقتلها. بيبص وراه بيلاقي حارس المزرعه هو كمان متفق معاهم وشكلها دي نهايتهم. بيقول له ايه رايك تنضم لنا وهنديك جزء من اللي هناخده، سيبك من البنت دي كده كده مفيش منها اي فايده. الواد بيقول لهم الفلوس اللي هتديها لي تكفي لدخول 2 لمدرسه السحر. فبيقولوا له اكيد وازيد من كده بكتير. مفكرينه هيوافق، ولكنه كان بيشتتهم وبيعمل انفجار لجيلين علشان تعرف مكانهم، وفعلا جيلين بتشوف الانفجار ده وبتروح عليهم. بعدها هاجم على المجرمين بكرات ناريه كتيره، بيشتت انتباههم بهجوم تاني وبياخد ايريس منهم، ولكن واحد من المجرمين بيرمي السيف عليهم وكان خلاص هيموتوا. الواد في الجو مش هعرف يفادي السيف وخلاص دي نهايتكم، ولكن هوبا جيلين وصلت في اخر لحظه وكسرت السيف في اقل من ثانيه، وكمان بتقتل المجرمين دول في لمح البصر. ايه القوه المرعبه ديت؟ بعدها بتطمن عليهم وبياخدها خادم المزرعه وبيروحوا للقصر. الملك بيستقبلهم وكان قلقان جدا على الاميره، بيرمي الحارس قدامه وهو مربوط وبيعرف كل اللي حصل، بيأمرهم بحبسه وبعدها بياخد الاميره وكان ماشي. رودي هو كمان بيحس بالفشل وانها لسه ما وافقتش انه يعلمها، بيسيبهم هو كمان وكان مروح البيت من تاني. ولكن في اخر لحظه بيلاقيها بتنده عليه، بتقول له انا عايزك تعلمني كل مهاراتك السحريه، مش عايزه طفل زيك يبقى احسن مني في حاجه. الواد بيفرح من كلامها وبيقول لها تحت امرك يا سياده الاميره. بعدها بيدخل وبيجي له فيليب وبيشكره على حمايه بنته، بيقول له مش عارف من غيرك والله يا عم كان ايه اللي هيحصل. رودي بيقول له على ايه يا عم، ده انا ما عملتش غير الواجب. واثناء ما كانوا بيتكلموا بيدخل ابو الملك، راجل عصبي جدا ونفس اسلوب ايريس كده، هتكون جايبه الشقاوه منين يعني؟ اكيد من جدها. بينده على رودي هو كمان وبيشكره على حمايه حفيدته وبيطلب منه يعلمها السحر. رودي بيقول له انا موافق ولكن الاحسن انها تطلب ده بنفسها. فبيقول له تمام وبينده عليها علشان تيجي تطلب منه يعلمها. بتروح لهم فعلا وبتطلب منه يعلمها، وطبعا رودي بيوافق. ومن بعدها رودي بدأ يعلمها السحر هي وجيلين، كل يوم الصبح يتعلموا السحر وبالليل القراءة والكتابة، وكل يوم على هذا الحال. وبعد كام شهر كان رودي قاعد في اوضته كده، بتجيله واحدة من الخدم وبتتكلم معاه، بتقول له ان عيد ميلاد الاميرة كمان اسبوعين، وفي اليوم ده الجد هيعمل احتفال كبير وهيحضر فيه ناس مهمة، ولازم ايريس تتعلم الرقص علشان ده طقس مهم عندهم. ولكن الاميرة رافضة الفكرة ومش عاوزة تتعلم حاجة، وانا بقى عايزاك تقنعها بكده. الواد بيفكر في الموضوع وبيقول لها تمام، وفعلا بيشوف الاميرة ماشية وهي متضايقة،
بيروح وراها وبيلاقيها قعدت لوحدها كده لسه يتكلم معاها فبتضربه وبتقول له ما تحاولش معايا علشان مش هسمع كلامك، انا مش هحضر الحفل ده اصلا فما تحاولش معايا. ولكن رودي بيحاول يطمنها وبيقول لها دي حاجه ترجع لك، بس عاوز اقول لك حاجه، انت ما فكرتيش في اللي جدك هيحسه لما يجمع الناس دي كلها علشان يحتفلوا بميلادك وانت مش موجوده؟ ما فكرتيش في شماتة الناس في ابوك علشان ما عرفش يقنعك تحضري؟ انا حبيت اوضح لك ده بس وانت وراحتك. البنت بتتاثر من كلامه فعلا وبتفهمه، ونتيجه لتاثرها ده بتديله بالقلم كده، هي كده بتحبه عادي. بتقول له انت هتسيبني اتعلم لوحدي ولا ايه؟ يلا تعالى معايا. بيروح معاها فعلا للست اللي هتعلمهم، وبتكون مستغربه ازاي رودي قدر يقنعها في الوقت الصغير دوت. بدات تعلمهم فعلا، ولكن ايريس عصبيه جدا وحركاتها سريعه. رودي بيطير من ايديها وبيخبط في الجدار، مش عارف والله ده راس ولا مصارعه. المهم بتعدي الايام وكل يوم بيتطوروا عن اللي قبله. بيجوا لليوم اللي قبل عيد ميلادها. الاستاذه بتقول لايريس انت كده هتقدمي عرض كويس بكره وخلاص انت بقيتي محترفه، بس عايزاكي تتشجعي علشان ممكن اي حد تاني هو اللي يرقص معاكي. فبتقول لها تمام. وفعلا تاني يوم كان يوم ميلادها، الناس كلها بتتجمع والاب والجد هم كمان جابوها ودخلوا وكانوا في قمه السعاده. بعدها بتتقدم ايريس وسط الجمهور ويباركوا لها على عيد ميلادها، وساعتها كان ده الوقت اللي هترقص فيه قدامهم. طفل من الاطفال بيتقدم وبيقول لها اسمحي لي اكون شريكك. بتوافق انه يكون شريكها وبداوا يعملوا العرض قدامهم. في البدايه كانوا شغالين حلو، ولكن البنت كانت متوتره وبتقع على الارض. الناس كلها استغربت من اللي عملته وبداوا يشمتوا فيها. البنت المستهتره ديت ازاي دي بنت الملك اصلا؟ رودي وقتها بيتقدم وسط الناس وبيروح لها، بيمسك ايديها وبيطمنها، بيقول لها انا معاكي ما تقلقيش، هنعمل العرض زي ما اتعلمناه وهنكسف دول كلهم. وفعلا بدا يرقص معاها، حركاتهم متناسقه جدا واحلى ثنائي دول مع بعض ولا ايه؟ بيكملوا العرض من غير ولا غلطه، والناس كلها غيرت رايها فيها وكانوا مبسوطين جدا. الجد هو كمان بيشيلهم وكان في قمه السعاده. وبعد الحفل كان في شويه بنات اعجبوا برودي وراحوا يتكلموا معاه. الواد بيتبسط بيهم، واخيرا الصناره غمزت، ولكن هوبا قلم من ايريس فوقه وخدته من وسطهم. ايه الكسفه ديت؟ الله يكون في عونه والله. بعدها بيطلعوا فوق وبيطلع رودي عصا سحريه وبيديها لايريس كهديه لعيد ميلادها. جيلين هي كمان بتخلع الخاتم اللي في ايديها وبتديه لايريس وبتقول لها كل سنه وانت طيبه. البنت بتفرح من الهدايا وبتشكرهم، وكانوا الكل في قمه السعاده. وبيخلص اليوم على كده. وتاني يوم بيروح رودي للجد اللي كان طلبه. اول ما بيروح عنده بيلاقي بلوره سحريه طايره في الجو ومش عارفين ايه ديت. الجد بيقول له انت الوحيد اللي اتعلمت السحر هنا، ايه البتاعه ديت وليه طايره قريبه من القصر بتاعنا؟ رودي بيقول له مش عارف، انا اول مره اقابل حاجه زي دي في حياتي، وشكلي في ان في الموضوع يا صاحبي. بعدها بدا يدور على البتاعه دي في كتب السحر، ولكن مش بيلاقي اي حاجه بتتكلم عنها. بيكبر دماغه وبيقول زمانها حاجه عاديه وخلاص. بيكمل تدريب وتعليم كلا من ايريس وجيلين. بتعدي الايام وكل يوم نفس اللي قبله. وفي يوم من الايام كان قاعد كده، بتدخل عليه جيلين وبتفضل تتكلم معاه في اي مواضيع تافهه. الواد بيحس ان في حاجه بتحصل ولكن بيكمل معاها. بعدها بيندهوا عليهم وبيخرجوا. بيتفاجئ رودي انهم عاملين له حفله كبيره جدا وبيشكروا على كل المجهود اللي عمله معاهم. الكل بيروح له وبيشكروا على كل اللي قدموه. وبعدها بتروح له ايريس هي كمان، بتتنازل عن كبريائها لاول مره وبتشكره. والمفاجاه كمان ان هي اللي خططت لكل ده من الاساس. لا كده عداك العيب وازح والله. بعدها بتقول له انا جبت لك هديه كمان ويا ريت تعجبك. رودي اول ما بيشوفها بيتصدم، ده صولجان سحر غالي جدا ومصنوع من مواد نادره في العالم، مش عارف يشكرها ازاي وانها عملت كل ده علشانه. بعدها بيكملوا احتفال والكل كان مبسوط وفي قمه السعاده. ومن ناحيه تانيه بقى كانت سيلفي بتروح كل يوم لعيله رودي وبتسال عليهم. رودي وحشها جدا ومستنيها يرجع لها تاني، ولكن محدش عارف هيخلص الوظيفه دي ويرجع امتى. الاب وهو واقف بيشوف سحابه كبيره ونيران ظهرت في السماء ومحدش فاهم حاجه. ولكن عند السحابه ديت كان في واحد اسمه لابلاس، ساحر قوي جدا وهدفه تحرير قوه ملك الشياطين، وهو اللي عمل البلوره السحريه اللي عند القصر. خلص كل حاجه وكلها مساله وقت بالنسبه له وشكلها هتولع. في نفس الوقت بقى رودي بيقول لاصحابه انا كده علمتكم كل حاجه في السحر، ما عادش في غير تعويذه الطقس بس، وتعالوا نروح في مكان بعيد علشان ما حدش يتاذى. بيروحوا للغابه ورودي بيجرب الصولجان الجديد وبينبهر من قوته. بعدها بيبدا يعلمهم التعويذه وبيعملها قدامهم، ولكن فجاه بيلاقي لون السما بيتغير، حاجات كتيره بتظهر وهو مش فاهم حاجه. جيلين وايريس مفكرين انها تعويذته وبيقولوا له دي قوتها كبيره جدا، ولكن رودي بيقول لهم انا لسه ما عملتش تعويذه اصلا. وفجاه هم واقفين واحد بيهجم عليهم. جيلين بتتصدى لهجومه ولكن سرعته كبيره جدا وبيهجم عليها تاني. البنت بتقول له انت مين ياض انت وليه عاوز تقتلنا؟ فبيقول لها انا احد حماة الدوله، وفي حد حاول يحرر قوه ملك الشياطين، واكيد الواد ابو صولجان ده هو اللي عمل كده وانا
لازم اقتله دلوقتي. رودي بيقول له تقتلني مين يا عم، والله انا ما عملت اي حاجه. ولسه هيكمل كلامه بيلاقي البلوره السحريه بتتحول لطاقه كبيره بتنتشر في المكان بالكامل. الواد اللي هجم عليهم اختفى في ثواني. النور كل مدى ما بيزيد وبيبيد المكان عن بقره ابيه. رودي بيشوف ايريس مرعوبه وبيروح علشان يحميها، ولكن خلاص دي هي نهايتكم. النور بيلتهم كل من في المكان، فهل هم عايشين ولا ايه حصل لهم؟ وايه النور اللي ظهر فجاه ده؟ وبعد ما النور اباد المكان رودي بيفتح عينيه بيلاقي نفسه رجع لجسمه القديم وفي مكان ابيض فابيض كده. الواد مش فاهم حاجه، انا فين وليه رجعت للجسم ده؟ معقول انا كنت بحلم؟ ولكن بيظهر له واحد مش باين له ملامح كده وبيقول له لا انت ما كنتش بتحلم ولا اي حاجه، بس لابلاس حرار قوه ملك الشياطين وهيبيد العالم عن بكره ابيه. الواد برضه مش فاهم حاجه، بيقول له انا المطلوب مني اعمل ايه دلوقتي؟ فبيقول له انت لازم تنقذ العالم ده، انا حطيت كل املي فيك. اول ما هتصحى تلاقي واحد جنبك ما تخافش منه وخليك معاه وهو هيساعدك، وبس كده علشان وقتي معاك انت. بعدها بيفوق وبيلاقي ايريس جنبه في نار حد مولعها علشان تدفيهم. بيروح يشوف مين، وهنا كانت الصدمه، شخص بجميع مواصفات الشيطان اللي روكسي حذرته منهم واقف قدامه. الواد وقف ومش عارف يتكلم من كتر الخوف، ولكن بيجمع شجاعته وبيقول له ازيك يا صاحبي. الشيطان ذات نفسه اتصدم من ردة فعله، بيساله انت ازاي يا عم مش خايف مني؟ فبيقول له رودي اخاف منك ليه؟ انت شخص انقذتني وولعت نار علشان تحافظ على درجه حراره جسمي. بالعكس يا عم انا بشكرك على انقاذ حياتي. واثناء ما كانوا بيتكلموا بيلاقي اللي بتصوت وراهم. ايريس اول ما فات وشافته قدامها اترعبت وفكرته عاوز يقتلهم، ولكن سرعان ما بيهدوها وبيفهموها كل حاجه وبتعرف انه عاوز يساعدهم. بعدها بيسالوا رودي احنا فين وايه اللي جابنا هنا؟ انا اخر حاجه فاكرها اننا دخلنا منطقه المانا، هو انا فين بالظبط؟ فبيقول له احنا في منطقه الشياطين، انا كنت بصطاد هنا ولقيتكم نازلين عليا من السما وما كنتش فاهم حاجه. المنطقه اللي احنا فيها ديت تبعد مئات الكيلومترات عن مدنكم، بس ما تخافوش انا هفضل معاكم لحد ما ترجعوا بيتكم بالسلامه. العيال بتفرح وبيقولوا له تمام، وبعدها بيطلعوا من المكان متجهين الى قريه سوبراد. والسوبراد ده هو الشيطان لو ما خدتش بالك. بيفضلوا ماشيين كتير واخيرا بيوصلوا عند بوابه القريه. الحارس بيقول له سوبراد الناس دول مش من القبيله وانا مش هسمح بدخولهم، الله اعلم هم ناويين يعملوا ايه فينا. سوبراد بيحاول يقنعه ولكن الواد مش بيوافق، وبيقول له انا هكلم زعيم القبيله وهو اللي هيقرر دخولهم. وفعلا بعد شويه بيوصل الزعيم وبيروح لهناك. اول ما بيوصل بيلاحظ القلاده اللي مع رودي، بيسالوا القلاده دي اتصنعت في عشيرتنا انت جبتها منين؟ رودي بيقول لهم القلاده ديت خدتها هديه من روكسي الاستاذه اللي علمتني السحر. الكل اول ما سمع اسمها اتصدم. دخت حارس البوابه ولكن سابتهم من مده طويله. الواد بيقول له انت عارف اختي منين؟ احنا هندخل جوه ولازم تحكي لي على كل حاجه. بيدخلهم فعلا وبعدها بيبدا رودي يحكي له عن اخته وكل اللي يعرفه عنها. الواد فرحان جدا علشان اخته بخير ولكنها كانت وحشاه جدا. بعدها بيروح لبيت سوبراد علشان يرتاحوا. اخوه بيقول له انت ناوي تعمل ايه؟ هيفضلوا هنا ولا انت هتعمل ايه بالظبط؟ انا مش فاهم حاجه. سوبراد بيقول له انا هحميهم واوصلهم لحد المدينه، هفضل معاهم لحد ما يرجعوا بيتهم بالسلامه. بس انت يا سوبراد مش هتعرف تدخل المدينه، الناس لو شافوك هناك هيقتلوك ومش هيسموا عليك. ناهيك عن المعامله اللي الاطفال دي هتتعاملها لما يشوفوهم معاك. بس انت متخيل ان سوبراد هيتخلى عنهم في الموقف ده؟ لا والله. سوبراد بيقول له ساحميهم بكل ما املك من قوه، ساحرق العالم اذا اصابهم اي مكروه. والله وطلعت مش سهله يا عم، ايه الرجوله دي كلها؟ وفعلا تاني يوم بينفذ اللي في دماغه وبيروح معاهم علشان يرجعهم للمدينه. بيودعوا الاهالي واخوروكسي بيروح لرودي وبيديله خنجر هديه علشان طمنه على اخته. بيقول له لو شفتها بلغها بينا، قول لها اخوكي بيحبك ولو رجعت القبيله في اي وقت هيكون مرحب بيكي، انا هستنى زياره منك. فبيقول له رودي تمام يا عم، وبعدين بيمشوا. بيتجهوا الى المدينه في وابل من الصحراء. بتفوت الايام عليهم والعيال تعبوا وعاوزين يريحوا في احدى المدن اللي على الطريق. سوبراد بيقول لهم في قبيله خلف التل ده، هنروح نقعد فيها شويه ناكل ونشرب ونرتاح وبعدها هنكمل رحلتنا. مش عاوزكم تخافوا من اشكال الناس اللي في المدينه علشان شكلهم غريب شويتين. فبيقولوا له تمام. بيوصلوا عند بوابه المدينه وبيسمعوا احد الحراس بيتكلموا عن واحد اسمه ديد اند، سفاح قبيله الشياطين وبيأذي اي حد يجي جنب الاطفال ويأذيهم. رودي بيسأل سوبراد هو مين ديد اند اللي راعب الناس ده؟ فبيقول له ده هو انا. والله العظيم انت بتقولها في وشه كده عادي، بس لحسن الحظ الحراس سمعوا عنه بس، ولكن محدش يعرف شكله الحقيقي، وعلشان كده بيدخلوا المدينه بسلام. بيلفوا لفه فيها وبيشتروا كل اللي هم عاوزينه، وفي الوقت ده الفلوس اللي معاهم بتخلص. بيقرروا يروحوا نقابه المغامرين علشان يقدموا فيها ويعملوا شويه مهمات يجيبوا منها فلوس. بيروحوا هناك فعلا وبيكونوا متروشنين على الاخر. كل الموجودين بيضحكوا عليهم وعلى
طريقتهم. بيروحوا للبنت اللي هناك وبيقدموا اسمائهم، وبعدها بيروحوا ياخدوا مهمة علشان ينفذوها، ولكن وقتها بيجي الحمار ده وبيتنمر عليهم. والله يا صديقي زي ما سمعت، حمار متنمر، شفت ازاي؟ بس انا افتكرت جملة كده كانت بتقول: قل الحميرة وان طالت معالفها لن تسبق الخيل في رقد الميادين. يعني اسكت يالا ما اسمعش صوتك تاني. المهم بياخدوا مهمتهم وهي البحث عن احدى الحيوانات المفقودة، وبعدين بيمشوا بيروحوا لاحدى الفنادق علشان يرتاحوا. والصباح رباح يا معلم. بيتعرفوا على 3 من المغامرين المبتدئين وهم في الفندق، وبعدين بيطلعوا لأوضتهم علشان يناموا وبيخلص اليوم على كده. وتاني يوم بيطلعوا علشان يدوروا على الحيوان المفقود. سوبراد بيقدر يحدد مكانه بالعين اللي في جبهته. بيروحوا للمكان فعلا، بينزلوا لهناك، بيبصوا بيلاقوا مش الحيوان بتاعهم بس هو اللي موجود، ده في حيوانات كتيرة موجودة هنا ومحطوطين في أقفاص. بيسمعوا صوت ناس جنبهم وبيستخبوا على طول. أول ما بيوصلوا لهم بيهجموا عليهم. رودي بيثبتهم وسوبراد بيضربهم وبعدين بيعلقوهم. رودي لسه هيروح يتكلم مع واحد فيهم، ولكن ده بيديله رجل بيطيره. الواد لسه هيفوق بيلاقي سوبراد فصل راسه عن جسمه. بيقول له اللي يأذي طفل من الأطفال ما يستحقش يعيش لحظة واحدة. رودي اتصدم، بيتعصب من اللي عمله. بيقول له انت ليه قتلته؟ هو احنا جايبينك معانا علشان تقتل اي حد كده وخلاص؟ لو فضلت تقتل في الناس كده احنا كمان هنخاف منك وهنسيبك ونمشي. ايريس هي كمان بتتعصب وتروح تضرب فيه، عماله بتزعق وبتقول له ده كان زمانه عايش دلوقتي، انت ليه قتلته؟ سوبراد بيفهم كلامهم فعلا وبيحس بالندم. بيقول لهم تمام انا مش هقتل حد تاني. العيال التانيين بقى كانوا ميتين من الخوف. بيقولوا لهم خدوا كل الحيوانات وسيبونا نهرب، احنا بناخدهم هنا ونحبسهم، واي مهمه للعثور عليهم في النقابه بنطلعهم ونكسب مبالغ ماديه. ولكن رودي بيصدم الكل وبيقول لهم حاجه لم تكن في الحسبان. بيقول لهم انا عايز ابقى شريك معاكم في الشغلانه دي والارباح هتتقسم ما بيننا. العيال طبعا ما بتصدق وبيوافقوا على طول. ومن جانب تاني روكسي كانت راحت لقريه رودي علشان تطمن عليهم. المكان بالكامل أبيد عن بقرة أبيه وناس قليلة بس هم اللي موجودين. بتلاحظ قايمة بالناس اللي ماتوا وبتروح تطمن. بتفرح لما ما بتلاقيش رودي ولا حد من عيلته مات. ده كمان بتلاحظ رسالة من الأب كاتبها رودي لما يرجع. بيقول له أنا وأختك بخير يا رودي، أما بقى أمك والخدامة وبنتها فهم اختفوا بعد الحادث وأنا هروح أدور عليهم. لو قرأت الرسالة دي فاستناني وأنا هرجع للقرية من وقت للتاني. روكس بتقرأ الرسالة وبتقرر إنها ترجع رودي للبيت، وكانت في قمة الحزن وقتها. في نفس الوقت رودي واصحابه بياخدوا مهمة جديدة من النقابة وبيروحوا الغابة علشان ينفذوها، والمهمة هي قتل الكوبرا الحمراء. بيوصلوا هناك وبيتفاجئوا بمجموعة تانية من المغامرين واخدين نفس المهمة بتاعتهم ورايحين يقتلوا الكوبرا. ايريس بتقول له يلا يا عم عايزين نلحق قبل ما يقتلوها، ولكن رودي بيقول لها طالما هم عينوا اكتر من واحد للمهمة يبقى اكيد المهمة دي خطيرة، اهدي بس اما نشوف ايه اللي هيحصل. وفعلا العيال سبقوهم وبيروح رودي واصحابه وراهم. بيبصوا عليهم كده بيلاقوهم اتحصروا بين تعبان كبير وعنكبوت. سوبراد بيقول له يلا نلحقهم قبل ما يحصل لهم حاجة، بس رودي بيقول له اتقل بس شوية عما يدمجوه علشان نروح نسرق الكلاية على الجاهز. ولكن هوبا التعبان شق واحد فيهم لنصين في اقل من ثانية. العيال اتصدموا. سوبراد وايريس بيطيروا على الوحوش وبيهجموا عليهم. ايريس بتفادي هجمة التعبان وبتطير في الجو وبتقسموا الاتنين. سوبراد هو كمان كان خلص على العنكبوت. في نفس الوقت رودي بيروح للوادي اللي مات وكان زعلان جدا، بيحمل نفسه كل المسؤولية. سوبراد هو كمان بيجي له وبيقول له انت منعتني انقذهم ليه؟ بسببك واحد فيهم اتقتل، كنت بتقول لي ساعد الناس وما تقتلش حد وانت اللي تسببت في موت واحد منهم. واحد من صحاب الوادي اللي مات بيروح لهم وبيقول لسوبراد يسيبه، رودي ملوش ذنب في اي حاجه، احنا اللي كنا مستقلين بالكائن ده علشان كده صاحبنا خسر حياته، بالله عليك سيبه وما تعملش فيه حاجه. سوبراد بينزله فعلا ولكن كان متضايق جدا. بعدها بيقولوا له العيال دي ترجع البيت ومش لازم يكملوا المهمه علشان خطر عليهم. العيال بيقولوا لهم تمام وبعدين بيمشوا. سوبراد والباقيين بقى كانوا مكملين مشي في الغابه، بيسمعوا اصوات استغاثه من جنبهم وبيروحوا علشان يشوفوا ايه اللي بيحصل. اول ما بيوصلوا بيشوفوا الصدمه، الثعبان الازرق قتل باقي المغامرين وما عادش باقي غير واحد بس بيصيح في بقه. بيطلب المساعده ولكن بعد ايه؟ الواد خلاص اتاكل قدام عينيهم. سوبراد اتعصب وهجم على الثعبان وبدا يقطع فيه. ايريس هي كمان بتاخد سيفها وبتهجم عليه وبتحاول تصيبه ولكن بتاخد ضربه بتطيرها بعيد. وفي وقتها رودي بيستخدم سحره وبيضرب عليه ولكن الثعبان بيفادي ضربته وبيهجم عليه. كان خلاص هيقتله لولا تدخل سوبراد وبيلحقه. بعدها بينده على ايريس وبيقول لها يلا اعمليها، وفعلا ايريس بتفهم كلامه وبتجمع كل قوتها وبتطير عليه وبتشقه النصين. بعدها ضربه سحريه فتكه من رودي دمرته. ايه الحلاوه دي؟ احلى تناغم ده ولا ايه؟ وبعد ما بيخلصوا المهمه بيرجعوا للمدينه من تاني، ولكن فجاه وهم ماشيين بيلاقوا الواد ابو راس حمار ده بينده عليهم، بيتكلم باستعلاء وبيقول لهم مش تساعدوا اصحابكم ولا ايه؟ هو انتم مش شركاء معاهم؟ العيال اتصدمت من اللي شافته. بيكمل كلامه وبيقول لهم نص اللي بتكسبوه في الشهر وانا مش هبلغ النقابه ولا هقول اي حاجه. رودي مش عارف يرد. لو
خسروا رخصتهم دلوقتي فمش هيعرفوا يعملوا اي حاجه ولا يطلعوا من المدينه ديت، وفي نفس الوقت مش هيعرفوا يقسموا المبلغ معاه. رودي بيتضايق وبيفعل سحر وعايز ينزل برقه على الحمار ده ويموته، ولكن في اخر لحظه سوبرات بيخرج عن صمته. الواد بيتعرف عليه وهو بيعرف ان هو ديد اند فعلا. بيقول اسمه، اول ما الناس سمعوا اسمه هربوا على طول من المكان. سوبرات بيشيله من رقبته وبيفضل يخنق فيه. الواد بيستعطفه وبيتاسف على اللي عمله معاهم، ولكن سوبرات بيقول له مش الرجوله انك تهدد الطفل علشان شويه فلوس، يلا انت حته زباله ما تستاهلش تعيش لحظه كمان. بيخنق فيه اكتر واكتر والواد كان هيموت في ايده، ولكن في اخر لحظه بيسيبه وبيمشي من المكان قبل ما الناس تتجمع. رودي وايريس بيشوفوا اللي حصل وكانوا مصدومين من قوته. بعدها بيروحوا للمكان اللي هو قاعد فيه وبيروح رودي يتكلم معاه. بيقول له انا اسف على كل حاجه ضريتك فيها، اسف علشان خليتك تسيب ناسك وقريتك وتتولى حمايه طفلين ضعاف زينا، انا بجد مش عارف اشكرك ازاي. سوبرات بيقول له ولا يهمك، اهم حاجه انكم ترجعوا للبيت بسلام يا عم، وانا مش هبقى زعلان، ما تشغلش بالك يا عم، انا هفضل معاكم ومش هسيبكم. وبيخلص اليوم على كده. تاني يوم بيتجه كل من رودي وايريس ومعاهم سوبرات للميناء علشان يكملوا رحلتهم للمدينة. بيقابلهم راجل عجوز كان سمع عنهم قبل كده وعارف ان سوبرات من عشيرة الشياطين. بيسألوا هندفع كام علشان نعدي البحر ده ونروح للمدينة، فبيقول لهم تكلفة العبور لكل بشر هي 5 عمولات فضية، ولكن لأي حد من عشيرة سوبرات فهي 200 عملة. العيال اتصدموا من السعر، 200 عملة بحالهم، طب احنا هنجيب المبلغ ده كله منين؟ فبيقول لهم ماليش علاقة، اشتغلوا هنا لحد ما تجمعوا المبلغ او تسيبوا سوبرات يرجع وما يروحش معاكم، وساعتها هتعدوا انتوا الاتنين ب10 عمولات بس. العيال بيتصدموا من اللي سمعوه، عارفين ان المبلغ ده علشان يجمعوه هيقعدوا فترة كبيرة جدا، ده غير ان وش سوبرات بقى معروف للعامة والمهمات اللي هياخدوها هتبقى اصعب بالنسبة لهم. روديوس بيفكر ولكن مش لاقي اي حل نهائي. سوبرات بيتأسف لهم وبيقول لهم لو حابين تمشوا فانا ما عنديش مشكلة، هفضل هنا لحد ما اجمع الفلوس وهبقى احصلكم واتاكد انكم وصلتوا بالسلامة. ولكن رودي بيقول له ليه بتقول كده يا صاحبي؟ انا عمري ما هتخلى عنك بعد كل اللي عملته علشان ترجعنا تاني، عمرنا ما هنسيبك في نص الطريق ونمشي واكيد هنلاقي حل يعني، ما تشغلش انت بالك يا صاحبي. سوبرات بيفرح من كلامه وبيقول له تمام يا عم، وبعدين بيمشوا. وتاني يوم بيكون رودي جايب اكل ومروح لاصحابه من تاني. بيشوف بنت مشردة بتطلب من الناس في الشارع يساعدوها ويدوها اكل ولكن محدش بيعبرها. بتصعب على رودي وبيروح يديها الاكل اللي معاه ويا دوب بتاكل من هنا. البنت بتتنطط والفولت عندها بيزيد وبتفضل تقول كلام رودي مش فاهمه. بتقول له انا ملكة اعين الشياطين والكل بيعمل لي 1000 حساب، انا صحيت لكم من جديد يا شوية جبنة. رودي بيحس انها مغبولة وبيقول زمان الشارع هو اللي عمل فيها كده، بيقول اما نكسب فيها ثواب ونمشي معاها في التمثيلية. بيوطي راسه وبيقول لها اهلا برجوعك يا سيادة الملكة. البنت بتطير من الفرحة، بتقول له طالما انت واد محترم كده فانا هحقق لك اي امنية تتمناها. الواد بيقول لها اي امنية اي امنية؟ قالت له اطلب يا عم ولا يهمك. فبيقول لها خلاص انا عايز 200 عملة فضية. فبتقول له انت هبل يالا ولا ايه؟ انا كنت مرمية في الشارع وهموت من الجوع ومش معايا فلوس اشتري اي حاجة، اطلب اي حاجة تانية غير الفلوس. قال لها طالما مش هتعرفي تديني ال200 عملة فانا مش عاوز منك حاجة، وبيكون سايبها وماشي. ولكن البنت بتقول له انا هديك عين التنبؤ الثالثة. الواد مش فاهم حاجة وقبل ما يمشي بتقرب من عينيه وبتديها له. الواد اول ما بيفتح عينيه بيتصدم، الدنيا ملغوشة وشايف الحاجات بتتحرك ببطء قدامه. بتقول له ما تقلقش يا عم شوية وهتتعود عليها، وبعدين بتسيبه وبتمشي. الواد بعدها بيكون رايح البيت هو كمان، عينه وجعه مش شايف كويس وكان متضايق جدا من اللي هي عملته. وفجأة وهو ماشي بيخبط في راجل كده، الراجل ده بيتضايق وبيقول له مش تفتح وانت ماشي ياض، انت ليه ماشي باصص في الارض كده؟ ولكن فجأة رودي بيبعده بسحره وبيحميه من مزرعة كانت هتقع على دماغه. الراجل وقتها بيعرف ان رودي مش طبيعي وانه بيحس باللي هيحصل قدام، وكان مستغرب من اللي حصل. وبعدها رودي بيرجع البيت وبيحكي لاصحابه على اللي حصل معاه وعن البنت اللي قابلها. بيقول لهم انا حاسس ان كل حاجة بتتحرك ببطء وكأني بشوف في المستقبل، انا مش فاهم ايه اللي بيحصل معايا. سوبرات بيقول له مبروك يا صاحبي، البنت اللي قابلتها ديت هي ملكة الاعين الشيطانية، عندها فيما مجموعة 10 اعين ليها قدرات مختلفة، وهي ادتك عين التنبؤ الثالثة، ولو اتعودت عليها صدقني هتبقى قوتك ملهاش حدود يا صاحبي. رودي بيفرح من كلامه وبيقول له هبهرك يا زميلي. وبعد اسبوع من الكلام ده كان رودي بدأ يتأقلم مع العين الجديدة فعلا، وكان سوبرات عامل له مبارزة بينه وبين ايريس. الواد باين عليه التطور الكبير في قوته وبيتنبأ بهجماتها بكل سهولة، مش عارفة تصيبه من اي ناحية وكل ما تحاول تضربه يفادي هجماتها ويثبتها بسهولة.
وبينتهي القتال بينهم بفوز رودي على ايريس، وكان فرحان جدا من اللي عمله. وبالليل بقى بيكون رودي بيفكر هيعمل ايه وهيجمع ال 200 عمله ازاي. بيقول انا بقالي اسبوع عمال العب ونسيت هدفي الاساسي اللي انا عاوز اعمله، وهو ان ارجع ايريس لبيتها تاني. بيقوم وبياخد صولجان وبيكون رايح علشان يبيعه ويجمع حق عبور صاحبه سوبرات. سوبرات بيلاحظ خروجه من البيت وبيلحقه. بيقول له انت رايح فين في الوقت المتاخر ده يا صاحبي؟ ليه بتتسحب بالليل كده وخايف حد يشوفك؟ فبيقول له يا عم انا كنت زهقان وطالع اتمشى شويه، ما تشغلش انت بالك. فبيقول له طب وانت واخد الصولجان معاك ليه؟ انت كنت رايح تبيعه ولا ايه؟ للاسف انا مش هسمح لك تعمل كده. انت ما فكرتش في شعور ايريس لما تعرف ان الهديه الوحيده اللي جابتها لك بعتها علشان خاطري؟ حتى لو انت بعتها فانا مش هاخد الفلوس وهعدي بيها. سيب صولجانك علشان انا مش هسيبك تبيعه. الواد بيفهم كلامه وبيقول له طب انا اعمل ايه؟ بقالي اسبوع بفكر هجمع الفلوس دي ازاي ومش لاقي اي طريقه. قول لي بس اعمل ايه علشان ارجعها لبيت ابوها تاني. وفجاه هما بيتكلموا بيظهر الراجل اللي رودي خبط فيه قبل كده. بيقول له رودي انا مراقبك من اليوم ده وما تقلقش يا عم، انا مش جاي في حرب ولا حاجه. اسمي هو جالوس وسمعتكم انتوا بتتكلموا دلوقتي. انا هعرف اعدي بسوبرات للناحيه التانيه من البحر ده، ولكن في المقابل هتلاقوا مجموعه من اشباه البشر مخطوفين هناك وعاوزكم تطلعوهم. العيال اول ما بتسمع الكلام ده بتفرح وبيقولوا له تمام، وفعلا بيروحوا على الشط وسوبرات بيهرب في احدى السفن. بعدها بيروح رودي وايريس للتاجر وبيعدوا هم كمان بس بطريقه قانونيه. بيعدي الوقت واخيرا بيوصلوا على المكان اللي هم رايحينه. ايريس بتكون تعبانه من الرحله فبيسيبها رودي ترتاح وبيروح علشان يساعد سوبرات في تهريب الناس اللي جالوس قال له عليهم. بيوصل للمكان فعلا وكان كل ما يتقدم بيسمع اصوات اشباه البشر وهم بيستغيثوا. بيروح لسوبرات وبيبدا يفك ايده. سوبرات بيقول له الناس دول لازم يموتوا يا صاحبي، دول قتلوا بنت صغيره وانا جاي معاهم في السكه، والاوحش من كده انهم كانوا بيعاملوا النساء معامله بشعه جدا. اذا كنت انت شايف ده صح او غلط انا مش هعرف امسك نفسي مهما حصل واسامح الناس ديت. رودي هو كمان بيكون متضايق منهم وعاوز يقتلهم. بيقول له انا معاك وهساعدك، ولكن سوبرات بيرفض وبيقول له ما تلوثش ايدك في قتل الكلاب دول، وخلي هدفك الوحيد هو حمايه ايريس. روح ساعد البنات وانا هخلص عليهم وهحصلك على طول. فبيقول له تمام، وفعلا سوبرات بيمسك الواد ده وبيبدا بيه، وبيتجه رودي علشان يساعد البنات ويطلعهم من السجن اللي هم فيه. بيوصل هناك فعلا وبيدخل لهم، ولكنهم كانوا خايفين منه ومفكرينه عاوز يأذيهم. رودي بيسيب صولجانه وبيكلمهم بنفس لغتهم وبيقول لهم ما تقلقوش انا جاي علشان اساعدكم تطلعوا من هنا بالسلامه. وفعلا بيطمنوا وبيسيبوه يدخل وبيبدا هو يعالج الاصابات اللي فيهم، ولكنه برضه كان زعلان على البنت اللي ماتت وانه ما عرفش يساعدها او يعمل لها حاجه. بعدها بيسمع صوت جاي عليهم وبيكون ده سوبرات بعد ما خلص على كل الناس اللي كانوا موجودين هنا. بيقول له رودي يلا بينا نمشي من هنا قبل ما حد تاني يجي. فبيقول له تمام وبيطلعوا بره وبيكونوا ماشيين، ولكن فجاه هم ماشيين واحده فيهم بتصوت وبتقول لهم مياو جوه ولسه ما حدش طلعه. رودي بيقول لها لا يا ست انا متاكد ان ما فيش حد هناك وما كانش فاضل غير كلب كده. البنت بتقول له ايوه مياو هو الكلب ده، بالله عليك رجعه معانا وما تسيبوش هناك لوحده. رودي بيقول لها خلاص ماشي استنوني هنا وانا هروح اجيبه في ثواني. فبيقولوا له تمام، وفعلا بيسيبهم وبيروح يجيبه. بيدخل عليه وبيلاقيه مختوم باحدى اللعنات بتمنعه من الحركه. على طول بيكسرها والكلب عرف يتحرك تاني. الكلب بعدها بيفرح وبيجري على رودي وبيحضنه وبيفضل يهزر معاه كده، والواد هو كمان كان في قمه السعاده. ولكن فجاه بيلاقي واحد من اشباه البشر بيندهله، بيقول له انت بتعمل ايه هنا ياض انت؟ الواد لسه هيتكلم فبيهجم عليه بقوته وبيشيل جميع اجزاء جسمه وبيوقع رودي على الارض ومش عارف يتحرك. بيقول للراجل اللي معاه كده الواد ده ليه علاقه باللي خطفوا البنات من عشيرتنا، هناخده معانا ونستجوبه علشان نعرف هو وداهم فين. فبيقول له تمام. ومن هنا انتهى الجزء بتاعنا. لو عاوز تشوف الاجزاء الجايه فما تنساش اللايك والاشتراك، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ودمتم في امان الله.